تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة من أحد الشوارع بالسلام بالقاهرة بواقعة مخجلة تخليك حزين على الحال اللي وصل له البعض من السفالة والانحطاط. الست دي ساكنة في شارع أمام مدرسة جابر الأنصاري الخاصة خلف الشارع الجديد في السلام بالقاهرة. طلعت زي أي ست الصبح تجيب العيش ببطاقة التموين من المخبز، ورجعت شايلة قفص العيش على راسها ومعاها كمان كام كيس فيهم خضار وبعض متطلبات البيت. الست ماشية في أمان الله، بس زي ما بيقولوا ولاد الحرام ما خلوش لولاد الحلال حاجة. فجأة ظهر شاب راكب موتوسيكل وانتهز فرصة الست وهي لسه هتدخل باب بيتها، وقام عامل فيها فعل مخل جدا. الشاب اللي الكاميرا جابته ورصيده خلص من الستر لأنه واضح انه محترف موضوع التحرش بالشكل ده. يا دوب لما وصل وراها على طول مد ايده واتحرش بيها. الست وقتها اتفزعت وما قدرتش تعمل حاجة للمتحرش اللي جري بالموتوسيكل ده، وكانت مصدومة وفي نفس الوقت مش عارفة تعمل حاجة للي عمل الفعل القذر ده. بعض نشروا الفيديو وطالبوا رجال الشرطة بسرعة ضبط المجرم ده ومعاقبته ورد اعتبار الست دي. قالوا كمان انه لازم يكون عبرة للي زيه، لانه واضح ان دي مش اول مرة ومش هيأدبوا غير القانون ولما يتقبض عليه. والبعض اكد ان رجال الشرطة مش هيسيبوه لانهم عاملين مجهود جبار ومفيش اي حد بيفلت من العقوبة طالما خرج عن القانون.